أخيرا حسمت المنافسة، المباراة الأكبر والأغلى في تاريخ رياضة الملاكمة والتي حبست أنفاس الملايين حول العالم. يتوج فيها الأمريكي فلويد مايوذر بلقب بطل العالم المطلق للملاكمة. Does he have to knock you out to win? He has to knock me out. المباراة التي أقيمت في لاس فيغاس اليوم شهدت مواجهة لاهبة بين الأمريكي فلويد مايوذر والفلبيني ماني باكياو بتكلفة وصلت إلى 300 مليون دولار. وتدافع عشاق الملاكمة على شباك التذاكر التي نفذت بسرعة كبيرة رغم غلاء أسعارها التي وصلت إلى آلاف الدولارات، حيث بلغت قيمة التذكرة الواحدة ما يفوق 11,000 دولار فضلا عن الإعلانات والمراهنات. إيرادات المباراة وصلت إلى المليار دولار بحسب المنظمين، وأغلبها من البث المباشر في التلفاز. شاهد مئات الملايين من الناس المباراة في أنحاء العالم في دول عديدة دفعت حوالي 100 دولار للمشاهدة. ويعد الملاكم الأمريكي فلويد مايوذر صاحب السجل الخالي من الهزائم، إذ خاض 47 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وحصد لقب بطل الملاكمة 7 مرات في 5 أوزان مختلفة، وحصد من المباراة مبلغ 150 مليون دولار، أي حوالي 83 ألف دولار في الثانية الواحدة، ليدخل بذلك قائمة الرياضيين الأكثر دخلا في العالم، متفوقا على لاعب كرة القدم